ايه ده؟ ايه الناس اللي قاعدة دي؟ ازاي يعني أسرة مع بعض قاعدين في صحراء وعلى الأرض؟ إيه؟ الناس دي شكلهم ما يطمنش. يابا. آه. ما تجيب أي حاجة من اللي معاك. ها؟ أي حاجة من اللي معاك. معايا بونبوني. بونبوني يا حاج. يعني إيه؟ مفيش مفيش ايه؟ حاجة أحسن، ده أنا عندي صداع يفرتك دماغي. بجنيه وديك. أنا ما معيش فلوس، وبعدين هو أنا غريب يعني؟ ده أنا ابنك. هو انت مش مكسوف من ابوك؟ حتة حمار جاي تقول له مش عارف ايه؟ انت ايه شادد ايه النهارده؟ ما أنا لما بيكون معايا بديك، ما بقولكش فلوس. عايرني اعمل زي امك واقعد عايرني. حاضر. طيب. طب بقولك إيه؟ استنى بس. بالنسبة بقى الأرض مش هنبيعها؟ اللي ماشي على الارض ده انا عايز فلوس يابا، وركز معايا، مش اول ما السيرة تيجي توديني في مكان تاني. انت قلت عايز ايه؟ الارض نبيعها، عايز اخد الفلوس بقى واعمل المشروع اللي نفسي فيه. اديك قلت الارض، والارض بتاعت امك الله يوكسها، ماسكه فيها زي ما تكون ان شاء الله كده لو وقعتها هتفطس. الحل في ايد امك وارض امك، ده هي فيك وفي امك. فوقتني اما بتجيب لي سيره الفلوس دي انا بفوق. اما انت لازمتك ايه؟ انا ولا ماليش لازمه، انت ما بتفهمش. انا طول الله برسيمه. ولا احسن كانت مصيبه فيك وشكلك. الو. ايه؟ ما انت عارف بقى، شد حيلك معايا شويه. انا كلها فتره معينه واحاول ادبر لك الفلوس اللي هنتجوز بيها. ما انت لازما انت كمان. يعني هو انا هبقى لوحدي؟ طيب انا عايزك بقى تشد حيلك كده. ايوه. لا، هو مشكله عندي في ماما. عارف لو تبيع الارض اللي عندها او اعرف اجيب منها الفلوس هتعدينا، لكن هي ماسكه فيها قوي قوي قوي. ماشي يا حبيبي، يلا سلام. هو منزل بقى، شوفوا معادين تحت عاملين ايه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ام عاملة ايه؟ أنا كويسة يا أحمد. مين معاك؟ عامله ايه يا ماما؟ رحمة. رحمة. اقعد يا بابا. معاهم وربنا. وابويا. تعالى هنا يا حاج، تعالى. نعم. مفيش، بعرفكم من أصواتكم. ربنا يديم عليك النعمه. أشكرك. طيب عاملين إيه؟ انت عامله ايه؟ أنا زي الفل الحمد احنا لله. هنقضيها سلامات، دايماً ما يا نخش ماما. في الموضوع على طول يا حاج، ولا ايه؟ موضوع إيه يا أحمد؟ بصراحة كده يا امي، احنا كل واحد فينا فيه في دماغه حاجة وعايز يعملها، وراسم مستقبل عالي قوي وواسع قوي. وماله يا ابني، ربنا يوفقك. بس انت عارفة مفيش حاجة بتتم غير بالفلوس، وزي ما انت شايفة حالتنا، لا فلوس ولا ابيض ولا اسود. يا اخي عيب عليك، امك كلها فلوس دي ولا مكنه المنتين، صح يا فوفا؟ انتي عارفه يا ماما. ربك هو الرزاق. انت عطوانه مني؟ أبدا. ودي تيجي. امال انت عملت كده؟ يا ماما انتي عارفه انا كمان محتاجه اجيب جهاز وحاجات كتير ومش عارفه اجيب. طبعا. البنت عايزه تتجوز، اه. والواد عايز يعمل مشروع، وانا عايز اجيب حاجه حلوه تبسطني وتفرفشني عشان افوق لك بقى. هو انا صعبان عليا يا أخويا فوق لنفسك، أنا مش عايزة حد يفوق لي. ما علينا يا امي. انا اتكلمت في الحوار ده قبل كده وقلت مفيش حاجة هتتاخد غير لما احس ان حالكوا اتصلح. وانت بالمؤاخذه يعني مش حاسه ان احنا بقينا ما احنا كل كويسين اهو يا الكل؟ ماما، ما فيناش حاجه. اه طبعا،
انت فل الفل على الاخر. ربنا يخليكي يا ست الكل بتاعت الكل انت. انا صحيح مش شايفه لكن حاسه وسامعه صوتك ايوه اللي بينطق بكل صعوبه، لسانك تقيل من القرف اللي بتشربه. طيب يا ام احنا في قدامنا مشتري عايز يشتري الارض انا قلت مفيش حاجه هتتباع. طب يا ماما اسمعي مني، طب هم مش شايفاهم كده، انا ذنبي ايه؟ مش لازم ان انت تجيبي لي جهاز حلو ولا ايه بالظبط؟ وانا عايز والله اعمل اطلع اشتغل. المشروع. اطلع اشتغل يا ماما وانا في السن ده خلاص. لازم سن ايه يا حبيبتي؟ عندك ايه 50 60 سنه؟ انت لسه في عز شبابك، ما اسمعش صوتك. ايوه انت لسه في عز شبابك، اطلعي اشتغلي واظبطي حياتك وتجهزي زي ما انت عايزه. وانت يا استاذ احمد يا اللي عايز تعمل مشروع، كلم امك كلم امك. ما تشقى تتعب يا حبيبي. ما انا شقيان وتعبان يا ام، حتى من التعب مش قادر اقف على رجلي يا ام. في اكيد يا قلب امك، اكيد من التعب مش قادر تقف على رجلك. طب اسمع خلاصة الكلام بقى. ولا انا ان كنت مستحمله ابوكم السنين اللي فاتت دي كلها عشان بتحبيني انا عارف بقول ده هتلاقي احسن مني. انا ان كان عليا عايزه انفيك من على الارض. ايه؟ انا ان كان عليا ايوه مستحملاك عشان الولاد، ربنا يخليك. خلاص مش لكن نصيبي الاسود انهم طلعوا شبهك. يا ام ماليش لازمه الكلام ده، احنا في المهم. ايه خلاصة الكلام، مفيش حاجه هتتباع، كل حاجه هتفضل زي ما هي لحد اما اشوفكم. انت مش هتشوفينا مش هتشوفينا ابدا لحد اما اعرف ان حالكم اتصلح والدنيا بقت تمام وتستاهلوا اللي انتوا هتاخدوه، ساعتها ابقوا خدوا اللي يكفيكم. لكن غير كده انا مش عايزه حد يكلمني في اي حاجه. ده اخر كلام عندك؟ قوموا من قدامي، ده اخر كلام؟ ده اخر كلام، ولما اتكلم صوتك ما يعلاش. ماشي يا امي ماشي. داخله المطبخ معاه يا ناجي. نيلة حلو، حتى ما انتش فايق. سبحان الله، ربنا مديك البصر لكن اخد منك البصيرة، ودي اهم حاجة في الدنيا. يا رب يا رب اهديهم، اهدي ولادي واهدي جوزي، لانه هو رب الاسرة، هو اللي المفروض يرشدهم على الصح. يا رب قويني قويني لحد ما اعدي بيهم بر الامان. وبعدين بقى بعدين يابا هنعمل ايه في المروان اللي احنا فيه ده؟ ده عملها اسود بعيد عنك، الولية قاعدة على الخميرة مش عايزة تحلها. طب الحل ايه بقى؟ هنعمل ايه معاها؟ انا ابوكم، انا اللي هعمل لكم مستقبلكم، ما تخافوش. انت طول ما انا عايش. هتعمله ازاي يابا؟ شوفي امك الله لا يشفيها وما تشوفش ابدا، عندها ورث، والورث دون عشان يجي لنا لازم امك ايه تروح، احنا ناخدها نفسحها. نفسحها ودهنا؟ احنا ما عندناش وقت لكل ده، احنا عايزين حاجه، عايزين نمسك فلوس، عايزين بقى نشوف حياتنا. اهو انت مخك الشمال ده هيودينا في داهيه. انا بقى بعد ما عمرت الطاسه وظبطتها ضميري صحي، ينفع اسيب عيالي كده يتبهدلوا؟ لا لازم. ما انت زيك زينا، انت هتعمل ايه يعني؟ احنا عايزين حل دلوقتي. انا هقول لك ابو جاموس، اديني بس تكايه وازازه بنت من اللي وراك دي فيها ميه ولا عصير، وناخد لها اي حاجه نحطها في الميه ولا العصير. انت عايزنا؟ ما ينفعش يابا، دي امنا برضو. خلاص خليكي قاعده، ريحتك هتطلع وتقعدي في قرابيزنا وانت مش هتعمل مشروع. هو ده الحل الوحيد، لازم نخلص. وانت موافق على الكلام ده يا احمد؟ انت تقصد ما نعجل؟ لما تتكل على الله مين هياخد ورثها؟ احنا. بس انا قلت حاجه غلط ساعتها بقى يبقى كل واحد يشوف حاله ومصلحته. بس وانت تشوفي حالك وتجيبي بقى شويه الحلل اللي ناقصينك دول، مش كده؟ ايه رايكم؟ بس ليا شرط، بعد ال40 على طول
انا هتجوز، ما انا هيطلع لي فلوس، اصل نفسي اتجوز واحده سودة. ايه رايك؟ بقول لك يا حاج، مش وقته، مش وقته، الله يرضى عنك. انت شايف ان الموضوع ده هو اللي هيحله ومفيش غيره، مفيش اي طريقه تاني؟ عليا الطلاق، لو في غيره كنت عملته، بس دي قاعده. اهم حاجه تجيبوا لي الورق بتاعها ويظهر قبل ما نخلص عليها. يبقى يا رحمه مفيش غير كده. انا عارفه. مش احنا رايحين نتفسح؟ ناخد ده ازازه الميه، اصل عندها السكر، ده غير العمى. انا عارفه ان هي بتشيل الورق فين. طب ما تروحي تجيبيه وانا وابوك هنقعد معاه نفتح موضوع ان احنا خلاص ما تزعليش وبالرضيع وهناخدها نفسحها. متاكدين من ان انتوا هتعملوا ده؟ وانا افوق نفسي واكلمها عادل زي اي راجل في الدنيا. طب بس اهدى انت بس كده، سبع الرجاله انت أيوة. ولا سبع البرومبا؟ انا ابوك، امال جبتك ازاي؟ ماشي يلا يا رحمه، روح هات الورق واحنا هنقعد معاه نفتح معاه الموضوع على اساس ناخدها نخرجها. استنى اما اغسل وشي، بس اغسل وشي. يا ريت تفوق شويه. طيب يلا يا رحمه. رحمه خدي تعالي هنا. ورق ايه اللي هتجيبيه؟ هو احنا طالما خلصنا منها يبقى خلاص اصبحت كل حاجه بتاعتنا وشرعي. انت هتمشي ورا ابوك، ابوك بدا عليه كبر وخرف. تصدق عندك حق. تعالي يا ست نشوفها، هنحاول نصالحها بقى ونقنعها. يا امي احمد، لو هتفتح في نفس الكلام يبقى ملوش لازم. مش نفس الكلام. ايه ده؟ كل انتوا مزعلينها ليه كده؟ احنا جايين نرضي. ايه يا ست الكل، العيال دول مزعلينك؟ ده انت لسانك اتعادى لو حطيت راسك تحت الحنفيه. واخد بيتك يا بصي يا امي، احنا جانا عشان نقول لك ما تزعليش، ودي كان درجه شيطان. دي بتاعت انا. انا اللي اصالحها، انا اللي مزعلها. بقول لك ايه، اوعي يا بت، اوعي. انا مش عايزه منك حاجه يا نجم. لا هتعوزي، انا افرحك. احنا نتعشى بره النهارده، هفسحك بقى، اهويكي كده وتشمي هوا شويه. انا يا اخويا ما بخرجش من بيتي. بقالي كتير ما خرجتش معاكي، نفسي اخرج معاكي يا وفاء. شكرا، مش عايزه ابقى عبء عليك ولا على لا ده انا اشيلك فوق دماغي. طب وانا يا ماما اللي ما عملتلكيش حاجه تزعلك؟ انت هتيجي معانا، امال مين اللي يسند ماما؟ ما انا عايزه اخرجها انا كمان. يلا يا ست الكل، كلنا مع بعض. احنا كلنا جايين لك بقى عشان خاطر ما تزعليش، وجايين نصالحك وجايين نراضيكي، وخلاص اللي اتفات لا بصراحة واتكلمنا ربنا، فيه مش هنتكلم فيه تاني. اقول لك على حاجه، بصراحه ربنا لما لبست الطقم الجديد ده زغللت في عينيا، ولازم اخرج بيك واتباهى بيكي بالشارع. الا ايه التغيير المفاجئ ده يا احمد؟ ما انا لقيتك زعلانه من اللي انا بعمله، قلت بقى اي بقى كده، انا عندي عيال كبار. وراجعنا نفسنا وعرفنا ان انت معاكي حق، وان احنا لازم نعمل نفسنا بنفسنا، وكل واحد يشوف مصلحته يعني. ابوك مش ملاحق نفسه في الكلام. يلا يا امي، يلا يا امي، بس بقى وننسى انا اللي فات. حاسس ان في حاجه، يا بس ماما ايه هي؟ هتكون في ايه مش بس؟ عارفه اوصل لها. تعالي بس انا اللي هخرجك. والله في كل خير. ماليش دعوه ابويا، خليه يجي معانا، هيقعد في وسطينا. تعالي بس يلا قوم اسندها يا رحمه، ويلا ومال؟ يلا يا ست الكل اضحكي بقى. ما اضحكي تضحكش. اضحكي. اضحك يوم ما الاقي حالك انصلح. واحنا حالنا نصلح بس. انا حالي اصطلح اهو. ها انت بص. بالنسبه لي مش موجود اصلا يا باي. يلا يابا يلا. موجود. يلا كده مش موجوده. ايه يا بنتي مالك؟ حزينة ليه كده؟ عيش تيتا وحشتني. بقولك ايه، انا عندي مشوار كده افتكرت هروح اعمله وانتي روحي، وانا مش هتاخر واجي وراك على طول، ماشي؟ ده فجأة؟ مش فجأة، انا اصلا كنت مأجله بقالي شوية يعني، فعادي يعني. مش هوعدك تسيبني اروح لوحدي، بس تمام اوكي. وانت هتوهي؟ البيت خلاص. هنا على اخر الشارع. سلام. تعالي يا ماما. انا عايزه افهم. على مالك عليا يا رحمه؟ انا مشيت كتير قوي، هو احنا رايحين فين بالظبط؟ رجعوني تاني. ما احنا هنفسحك، وبعدين احنا بس المنطقه دي لسه جديده وجميله وما فيهاش تاكس ولا تكاتك حتى. اقف وقفها ترتاح يا رحم، وقفيها. اقف. معلش يا ماما، عارفين ان انت عندك السكر. هو انت ممكن تقعدي؟ انا بجد هبطت وتعبت. امسكي بس كده، ده احنا نجيب لك ميه زمزم يا امي. امسكي شرابي. شرابي
اشربي يا ام، اشربي نجيب إن لك شاء ميه الله زمزم. ايه كله. ده؟ اخر خلي شربه. بالك خلي بالك على مهلك. طول عمرك ما بتفهمش. معلش معلش يا ام. اوعى تقولي زي ابوك. لا الحمد لله ما احنا عرفتهاش. بنتعلم منها يابا. معلش هي السبعة ام تعمل اللي هي عايزاه. انت شربتي؟ انا قلت بس اغسل لك وشك عشان تفوقي. انا اللي فوق برضه. بقى انت تعمل فيا كده، بتغرقني بالميه. يا ام ما اقصدش، حقك عليا سامحيني. انت اللي كنت هتقعي، كتر خير انه سندك. اهو قول لها قول لها. طيب خلونا نقعد بقى ولا خلونا نروح في اي حته؟ هنقعدك اقعد. تعالي نقعد. اقعد. تعالي استنى. لا لا لا، تعالي. هاتها هنا يا رحمه. اقعدي اقعدي على مالك اقعدي. فين الكرسي اللي هقعد عليه؟ ما هنا يا امي قاعده عربي، ما بيقعدوش على كراسي، أصل- بيقعدوا على الارض. عربي كلنا ايه؟ لها. ده تراب. لا اصل هنا مكان كده يا امي، انت عارفه زي ايه؟ زي احنا بيلعبوا قاعدين فيه جنبك. كوره كده وبيلعبوا فيه رياضه. ماشي. انا مش فاهمه حاجه. انا هفهمك. انتوا ليه جايبيني هنا اصلا؟ عشان نفسحك. مش انت كنت لا انا اقول لك بقى الحكايه كلها من اولها لاخرها. بطلوا كذب بقى عليها، حرام عليكم. دي في اخر ايامها. احنا اخر ساعاتها تقصد؟ او دقايق. انت بتقول ايه يا واد انت؟ احنا هنخلص منك او خلصنا خلاص. اللي انت بتعمليه ده حلاوه روح. ايه ده؟ ايه الناس اللي قاعدة دي؟ ازاي يعني أسرة مع بعض قاعدين في صحراء وعلى الأرض؟ إيه؟ الناس دي شكلهم ما يطمنش. من الاخر كده يا امي، انت مش هتفضلي بقى تتحكمي فينا وما فيش ورث وما فيش ارض، فاحنا بقى قلنا نعجل بامرك وتروحي للي ونتولد في خلقك الأرض. ايه؟ وكل حاجه ترجع لنا يبقى ونعيش انت بقى بقى. حياتنا. بنت يا رحمه. انتوا ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ هنا الدهب ده. قال عليها الدهب ده يا رحمه. استنوا بس هفهمكم على حاجه، هكلمكم بس. سيب بقى. هقول لكم. اوعى لا اديكي على دماغك بيها. طب اسمعني الله بس إيه؟ يا احمد، اسمعني يا ابني. قولي. انا كل اللي انا كنت بعمله ده كان عشان كنتوا. وانا اصلا هاخد ايه من الدنيا؟ احنا بقى مش أنا عايزينك كل حاجة- تعملي عشاننا حاجه. وما كنت بتعذبينا ليه؟ بالارض عشانكم. مش هتشوفيها تاني. عشانكم انتوا قلعاها الدهب ومش عايزين نسمع لك صوت، واللي بتقوليه ده مالوش لازمه. اخيرا بقى يا احمد. ده انت كنت هم على القلب، يا أحمد. برغم انك ما بتشوفيش بس برضه مصممه لا عايزه تدي ارض ولا تدي حاجه. على ايه؟ سيبينا بقى نعيش حياتنا ونشوف. خدوها يا حبيبي. بعد خدوا الأرض. ايه؟ بعد ايه؟ خدوا كل حاجه يا ناجي. يا ناجي. ملوش لازمه الكلام ده. عارفه ليه؟ لان اللي انت شربت منها دي فيها ماده بتودي في سكه اللي يروح ما يرجعش. خلاص. انتوا بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا احمد؟ احمد ما تسيبنيش يا ابني. اوعي كده. أحمد، ناجي ما تسيبنيش يا رحمه. بقول لك ايه؟ خليها تموت بقهرتها. وفاء. استني يا رحمه. وفاء عايزك تسامحيني من كل قلبك. انا امك يا احمد، انا امك يا ابني. انا اللي شلتك في بطني ماليش يا حبيبي. ام خراسي بقى لا اديك على راسك. انت ايه؟ يا حبيبي كل حاجه عشانك. قلبك مش جايبك. سيبها لكن أنا بس. واحد ضرب مراته. يا احمد سيبها. يا رحمه، انتوا قوم. ولادي اللي بيني وبينه مجرد ورقه، لكن انتوا ولادي يا اولاد. احنا بقى هنا انتوا ولادي. هنسيبك تروحي بالبطيء. ما تسيبونيش يا ولاد. هنسيبك كده ايه تراجع شريط حياتك وشريط ذكرياتك. يلا تفتكر اللي عملتيه فيا. خد كل على حاجه يا فكرة. احمد، خد كل حاجه اوعي يا كده هتوسخين. الله يخ قال لك يا وليه انت والله خد العظيم كل اديك حاجة. على دماغي. خد كل حاجه، خدوا الارض. نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ بس انت يا ولاد كده في بنت تحت. يا ولاد ما تسيبونيش يا ولاد. يا احمد يا ناجي. خد يا بنت تعالي هنا. جينا من امتى يا بنت؟ مين حضرتك؟ من حضرتي؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ يا عمي ما بتشوفش زي امك. ما بتشوفش. استنى هنا يا بنت انت. اثبتي يا بنت. يا بنت انت مين؟ هو انت كفيفه؟ ما تخلينيش ادعي اللي عندي يجي فيك. يا سلام. بقول لك البت دي انا مش مطمن لها وشكلها سمعت كل حاجه وتودينا في داهيه. ما تيجي نخليها تحصل امي عشان نبقى مطمنين ومرتاحين. يا راجل اتقل على عينك، واحنا قتالين قتله. طب امك ومعروف ديتها، لكن دي
سيبها دول بدايه مش شايفه حاجه. على رايك ما نعرفش دي وراها مين ولا بنت وراها مين؟ اللي وراها، ما هيقبضوا علينا من الصوت. طب بقول لك ايه، الدنيا كده تمام ومفيش حد تاني؟ مفيش يا عم. بقول طيب. لك ايه، ما تطلع لامك تديها حجر تاني على لا قد ايه، عشان نطمن. بلا حجر بلا غيره، سيبها هي بقى مع نفسها كده واحنا نتكل على الله من هنا بسرعه. مخك تخين، بقول لك حجر مش حجر. هو انت كل اللي في دماغك ده بس؟ يلا ما انت تفوق خلاص دول. بقى كان هم على قلبك ونزعه وهتاخد فلوس قد كده. امشي امشي يلا مش وقته. يا ناس، حد يلحق. الحمد لله مشيوا. يا كده. رب محدش منهم مشيوا. كده يا احمد، كده يا رحمه، يا ناجي. لازم انقذها الست، مفيش حد هنا، لازم انقذها. حد يلحقني. طنط انت كويسه؟ الحقيني طنط الحقيني. هو انت تعرفي الناس دول، الناس بتعرفيهم ولا خاطفينك ولا ايه؟ مش مهم اي. طب انا تسليم، اتصل اسعاف. بالشرطه ولا اسعاف؟ بسرعه. انا عايزه ابلغ الشرطه عن الناس دي، حضرتك تعرفيهم؟ طب ثواني اكلم حد يجي ياخدنا من هنا، ثواني. بسرعه تسليم، اسعاف. رد بقى يا سلامه. الو سلامه، تعالى لي بسرعه، تعالي لي بسرعه. لا انا مش عارفه انا فين، انا مش في حته صحراء كده قدام بعد المباني الجديده دي. بص هبعت لك دلوقتي شير لوكيشن، شوف بجد، شوف انا فين وتعالى لي بسرعه، معايا واحده بتموت. سلام. ممكن تقومي؟ معلش ساعديني بس، حاولي تقومي معايا، تقومي معايا نمشي من هنا. الحقيني معلش بقى، اسندي عليا بس، هنمشي من هنا بسرعه. عملوا ايه؟ عملتوا ايه؟ اوعى توترينا. خلاص يا رحمه. الصوت اللي كنا سامعينه ده يا بنتي دي واحده ماشيه في الشارع كفيفه اصلا ما بتشوفش حاجه، والله. مع اني كنت عايز اخليها تحصل امك بس ابوك اللي هو اللي صبرنا عليها. الحمد لله. طب الحمد المهم احنا كده اصبح كل حاجه هيبقى بتاعتنا. اصبر بس وكل- يومين. ايوه والذهب وكل حاجه اصبر هي. يا اولاد بس يومين. شيليهم دلوقتي العملية فيهم. تهدى شويه ونكون عملنا بحث بقى وشفنا الدنيا ايه ولينا ايه وبتاع والكلام ده، ولا ايه؟ ما العمليه مش هتاخد قبش. الدهب ده تخفيه، مش عايزين حد يعرف بيه خالص. حاضر. لو حد كشفه ضيعنا. خلاص يا حاج اهدى ما انا بقى. عارفك هبله، ممكن تمسكي شغالين وتفضحينا. يا حاج مش ناقصه توتر، كفايه اللي احنا فيه. بقول لك ايه، قوم غير وشوف دنيتك انت عشان محدش يشوفنا بالمنظر اللي احنا فيه ده. قوم على قوم. رايك. مش هنا بقول لك فوق. الوتر دي العفريت هيطلع لنا. احنا لو رحنا في داهيه يبقى بسببك انت، ربنا يستر. ربنا يستر ما تعاملي يشربش طبيعي يا ويتعب. رحمه، تعاملي طبيعي، مش عايز القلق يبان عليكي أنا قاعدة او مرعوبة. حد كده يشك في حاجه بسببك. انا عارف ان انت ضعيفه وقلبك ضعيف بس مش وقته خالص. حاضر يا اخويا حاضر. يلا قوم اخفي الدهب ده انت كمان لحد يخش وانت ماسكاه في ايدك وكله عارف ان الدهب بتاع امك. حاضر. ربنا يستر بقى، الموضوع ده يعدي على خير. الموضوع مش سهل بس كده كده خلاص الصعب كله عدى. انا مهلك، ما فيش قدامك حاجه، ما تخافيش الحمد لله، ما تخافيش. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. انا معاكي. لفي بس، اروح فين؟ لفي كده. اقعدي بقى بس. انا معاكي. يا بنتي طب اشوفها. طب عايزك دقيقه. طب بصي، ثواني بالظبط وهجيلك. سلامه في ايه؟ انت اللي في ايه؟ انت عارفاها منين؟ انا ما اعرفهاش. يعني ما تعرفهاش ورنيت عليا وتعالى بسرعه وجبتكم من صحراء. صوتك اسمع. انا لقيت ناس بيقلعوها ذهبها وماسكين فيها في الشارع وضربوها وسموها ورامينها في صحراء زي ما انت ما شفتها كانت عامله ازاي. ايه اللي انا المفروض اعمله؟ مش المفروض ان انا انقذها؟ حلو قوي، عجبني الموضوع وتمام وزي الفل. المفروض ان احنا نبلغ وخلاص، نجيبها بيتنا ليه؟ ماشي هتكلم. انت عايز نرميها في الشارع؟ مش في اعتبرها الشارع. زي مامتك، ما هي كانت في الشارع. يا ستي احنا مش هنسيبها في الشارع، ممكن بس مش احنا وقته. ليه نجيبها على ممكن البيت؟ مش وقته. اتكلم معاه بس اعرف مين الناس دي، تعرفهم او لا، وبعد كده هنبلغ، اكيد هنبلغ. ده موقف انساني. والله انسان انتي. بس بقى انا في ايه ولا في ايه؟ عرفت كده عندي كم مشوار بالعربيه اخلصها على ما تشوف. لا بقول لك ايه، ليه؟
خليك قريب عشان خايفه، انا ما اعرفهاش. مش لازم اشاورك دلوقتي، مش كل يوم مشاوير. مش بتقولي كفيفه مش شايفه؟ هو كفيف بس انا برضه بخاف. خليك قريب ها. حاضر. سلام. انا جنبك. اهدي بس. هو انت اسمك ايه طيب؟ اقول لك يا ايه؟ انا اسمي وفاء. اسمي وفاء. على اسم خالته. طيب ممكن تهدي؟ اهدي احنا خلاص خلصنا كل حاجه وخلصنا الكشف، الدكتور خلصنا كل حاجه. طمنك قال لك خلاص ان انا خلاص الحاجات اللي اداها لي دي نضفت بطني خلاص. احنا عملناها غسيل معده، يعني كده خلاص مفيش سم مفيش حاجه وهتبقي كويسه. انت والحقن اللي متوتره، اداها لي ما عشان تهدي شويه وحبه مسكنات وحاجات تنضف بطنك مش اكتر. اهدي عشان تحكي لي ايه اللي حصل. اهدي. ممكن بس جاوبيني على دول الناس دول مين؟ اللي حصل. طب بص نبلغ. لا يعني ايه لا؟ هتبلغ عن مين؟ عن الناس اللي سرقوكي وضربوكي وسموكي. انت عارفه مين الناس دول؟ طب ممكن ما تعيطيش. طب اهدي ما تعيطيش. ما انت لو لما سمحت. تعرفيهم مش هتقولي لي بس عيطي، طب بس هتقولي لي صوتي، اعملي كل اللي يجي في بالك. اللي انت شفتيهم دول كانوا ولادي الاتنين. ايه؟ وكان جوزي. انت بتقولي ايه؟ انت بتتكلمي بجد؟ كان جوزي وولادي هم اللي عملوا فيا كده. طب ليه؟ كانوا عايزين يخلصوا مني عشان خاطر ياخدوا الأرض وياخدوا الذهب والفلوس اللي عندي، عشان أنا منع عنهم أي حاجة. دول مجرمين ومش عايزاني ابلغ عنهم. لا. دول ما يستاهلوش غير الحبس. انا أبوس لازم إيدك. ابلغ. أبوس إيدك ورجلك. انت لسه باقي عليهم؟ ولاد قلبي ما توديهمش في داهية. دول موتوكي. انت كان زمانك دلوقتي ميته. ابني ما يموتش. ابنك ايه ده؟ ابن عاق، ده هو اللي يستاهل الموت. على فكره عارفه انت عيبك الوحيد ايه؟ ان للاسف انت ما عرفتيش تربيهم. انا كان عندي امل ان هم يبقوا كويسين وان هم يتصلح حالهم. والله كنت هديهم كل حاجه، انا كنت هديهم الارض وهديهم كل حاجه. يا رب انت اللي عالم. خلاص بقى خلاص والنبي خلاص. انت اللي عالم ان خلاص. عمري كله كان فداهم. عشان خاطري خلاص. طب انت عايزانا نعمل ايه دلوقتي؟ طب انت عايزانا بالله عليك تهدي عشان ما تتعبيش مننا. احنا لسه طالعين من المستشفى. اهدي. ايه اللي انت عايزاني اعمله دلوقتي؟ انا هعمل لك اللي انت عايزاه. انا بس مش عايزه منك اي حاجه، انا مش عايزه احمل عليك حاجه. انا نزليني في الشارع وسيبيني اقعد في اي مكان لغايه لما اعرف اتصرف. حد ياخدني دار مسنين ولا يودوني في اي حته. بصي مش وقت الكلام ده دلوقتي. خليكي بس اهدي ونامي. انا هقوم احضر غدا كده بسرعه. مش عايزه اكل، مش عايزه حاجه خالص، وما ينفعش اكون حمل عليكم. انت مش حمل ولا حاجه. انت زيك زي مامتي، زيك زي خالتي، زيك زي اي حد من عيلتي. ما تزعليش، كفايه بس اللي حصل فيكي. بصي انا طالبه منك حاجه واحده بس، اعتبريني انا بنتك. لو انت ما كانش ليكي خير فيها اعتبريني انا يمكن اكون انا فيا خير عنها. بنتي خلاص بقى خلاص عشان ما اعيطش انا كمان. بنتي بقيت امسك في هدومها ولا ابوس ايدك يا رحمه. ما رحمتنيش، ما كانتش اسمع على مسمى. خلاص بقى حقك عليا. بصي خليكي مساحه بس دموعك دي. حاولي تنامي شويه. انا هطلع اعمل اكل كده واجيب لك حاجه تشربيها. لازم نفسي انام بسرعه. الغريبة بتعطف عليا وعايزة تأكلني وتشربني. وانتوا يا ولادي يا ولاد قلبي اللي عملتوا فيا كده. ليه يا أحمد ما حسيتش بإيد أمك وهي ماسكة في رجلك؟ وانت يا رحمة بتقلع أمك الدهب بكل خشومية، ما حسيتيش بوجع أمك ليه؟ يا ناجي عشرة عمري بتعملوا فيا كده ليه؟ يا رب انا بشتكي ليك انت يا رب. سلام الحق. انت عارف
عارف مين الناس اللي عملوا فيها كده؟ مين؟ جوزها وعيالها. انت بتقولي ايه؟ يعني اهلها اللي كانوا عايزين يخلصوا منها؟ جوزها وعيالها. هي منهارة من العياط، انا خايفه يحصل لها حاجه تاني، وانت سمعت بنفسك الدكتور قال عليها ان اي ضغط ممكن يدخلها في جلطه. انا مش عارفه المفروض اعمل معاها ايه. سلامه، ارجوك ارجوك اعتبرها واحده من عيلتك. احنا طول عمرنا بنساعد الناس، ما جاتش على دي. اهدي، انا مش ضد ان احنا نساعدها، بس المفروض لو واحده زي كده الواحد يساعدها انها ترجع لاهلها. ترجع؟ وانت بتقولي اهلها اللي عاملين عايزه فيها اقول ان كده. هي ملهاش حد غيرهم، يعني هي حتى ملهاش حد تروح له. بتقولي وديني دار مسنين. دار مسنين؟ يمكن لما نقف جنبها ربنا يكرمها بالطفل اللي احنا بنتمناه، نعمل فيها خير حتى عشان ربنا يعمل معانا انا خير. مش ضد، والله انا مش ضد، انا بفكر ايه الخير اللي ممكن نعمله معاها وهيبقى خير ازاي. نسألها، تعالى نسألها هي اللي هي عايزاه. هي ميتة من العياط. وبعدين انت عارف، انا من اول ما شفتها حاسه ان انا افتكرت اهلي، وانت عارف انا بقالي قد ايه ما شفتهمش. على الاقل هتسليني حتى لو قعدت معايا فتره. انت عارف انت تبقى في الشغل وانا ببقى طول الوقت خايفه ومعيش حد قاعد معايا، وبالتالي كل شويه اروح عند واحده من صحباتي. على الاقل هي هتبقى قاعده معايا حبه، وانا حاسه ان هي هتبقى وش خير علينا. بص، احنا اللي نعمله معاها نعمله عشان خاطر ربنا يقف جنبنا. ممكن ندخل نشوفها؟ ممكن يا لميا، ادخلي يا لميا. ازيك يا طنط؟ ما تاخرتش عليكي، انا ولعت على الاكل وجبت سلامه وجايين نتكلم معاكي شويه. فاضي ازيك يا تتكلمي حاج؟ معانا؟ يا امي. امي؟ مين اللي بيقول يا ام؟ ده سلامه، ما تخافيش، يعني ده مش صوت ابنك اكيد. سلامة مين؟ انا كنت معاك، كنت لحقتي تنسي صوتي. مين أنا سندك جوز لميا. دخلك للدكتور؟ معلش حقكوا عليا، ولا يهمك. اللي انا فيه مش شويه، اللي انا فيه ما هوش شويه. بصي يا حاج، انا عايزك تستهدي كده وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا لميا حكيت لي على كل حاجه، وللاسف عرفت ان هم يبقى عيالك وجوزك. ما تعيطيش بقى خلاص بقى، المهم. خلينا دلوقتي نشوف حل. اعتبرينا زي عيالك. لا الله يلعنهم، اعتبرينا في مقام عيالك. ما تدعيش ارجوك. انا مش عارف. خلاص اهدي. طب انا عايز بس بالله عليكي بس ركزي معايا. احنا حابين نساعدك بس مش عارفين المفروض في الموقف ده نعمل ايه. يعني هل نرجعك ليهم ولا هل نعمل ايه بالظبط، ولا نبلغ عنهم؟ احنا معاكي في اللي انت عايزاه. هي رافضه ان احنا نبلغ، عماله تقول لي عيالي وعيال قلبي وكلام رومانسي كده اصلا مش نافع خالص معاهم دول يعني. طب انت شايفه ايه؟ واحنا مش هنتخلى عنك ومعاكي، بس دلينا. لو انتوا عايزين فعلا تساعدوني في حاجتين اتنين، وافقوا على اي واحده منهم بس ملهمش تالت. اول واحده انكم انتوا تودوني دار مسنين وتسيبوني، او حتى ارموني في الشارع مش مشكله، المهم سيبوني لحالي. والتانيه ان انا اكتب لك كل حاجه باسمك. بس يا امي انت بتقولي ايه؟ اكيد الحلين دول لا، احنا مش طمعانين في حاجه والحمد لله ربنا كرمنا. وموضوع دار المسنين اكيد ربنا مش باعتنا ليك عشان نوديكي دار مسنين. بصي يا طنط، او لو هتسمحي ان انا اقول لك يا ماما، احنا الحمد لله احنا عيشتنا كويسه جدا، عيشتنا مرتاحه يعني الحمد لله، يعني مستورة. الحمد لله احنا ربنا فتحها في وشنا. احنا مش محتاجين من حضرتك اي حاجه غير ان احنا نعمل معاكي حاجه لما تفتكرينا تدعي لنا بس. ربنا يفتحها عليكم كمان وكمان. انا كل اللي انا عايزاه انهم لازم يتربوا ويتعلموا الادب. هم عملوا كل ده عشان الفلوس، ضحوا بيا وساقوني اللي ساقوهولي عشان الفلوس. طب وانت تأمني منين انك لما تكتبي لنا الحاجه هنكون قد ثقتك؟ على الاقل انتوا بالنسبه لي اغراب. لو خدتوها ومشيتوا عمري ما هزعل. على الاقل ما عملتوش فيا زي اللي هم عملوه. ابني اللي كنت باكله والبسه واشربه بايدي واربيه واتعلم المشي على ايدي، هو اللي سقاني بايده. وجع قلبي مش خلاص هيكون بقى. زي اللي هم عملوه فيا. طب خلاص، هكتب لكم كل حاجه طب فهمينا بس ايه اللي في دماغك واحنا معاكي. زي ما قلت لك، هكتب لكم كل حاجه. طب بصي يا طنط، انا مش فاهمه اي حاجه خالص من اللي انت قلتيه. ولا انا بصراحه. ممكن بقى بالراحه كده تصلي على النبي وتفهمينا؟ عليه الصلاه والسلام. اشرحي لنا بالراحه انت عايزه ايه واحنا معاكي. انا هحكي لكم على كل حاجه
لسه ما فيش اي اخبار لحد دلوقتي. هنعمل ايه طيب يا احمد؟ يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش، ربنا يسترها. ايه ده؟ قوم يا عم شوف مين. ايوه. يا ترى مين؟ ايه ده؟ مين حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مش ده برضو منزل الحاجة وفاء؟ في ايه يا احمد؟ ايوه. انت لقيتها في حته ولا في ايه؟ مين انت الاول؟ مين ده؟ استنى بس هنا، انت رايح فين ومالك بتبص كده ايه يا عم، هو انت متسول داخل في ايه؟ في ايه يا عم؟ انت اللي في ايه؟ ايه ده؟ وماله ده؟ هو حد نزل بالوعد؟ حد هيستاذن؟ نازل يا عم رجلك دي، انت في ايه؟ بقول لك قاعد على القهوه. استنى يابا، في يا عم انت مين وعايز ايه؟ هي فين حاجة وفاء؟ مش راحت موجود. مشوار. راحت مشوار. غريبة يعني. هي مش معرفاكوا؟ معرفانا. بقول لك ايه؟ معرفانا ايه؟ هي كويسه؟ هو في ايه طيب؟ ما تفهمنا. ما انت يا يعني اخي فيها بقى. حاجه؟ يا لهوي، وهيكونوا مجرى لها حاجه. أمك جرى لها حاجة؟ هي مش كويسة؟ هي خرجت مشوار واتاخرت وما نعرفش. طيب انا ما اعرفش هي خرجت راحت فين ولا ليها دعوه. هو ده الموعد اللي كانت متفقه معايا عليه، ان انا اجي استلم البيت والارض. تعمل ايه؟ بيت تعمل ايه يا فندم؟ ايه؟ تعمل ايه؟ ده بتاع ان شاء الله. الحاجه وفاء بايعه لي البيت والارض، وده عقد صوره منه اهي. البيت ازاي يعني؟ البيت ده. ده انت باين عليك اتكلمت ولا شارب حاجه يا دي. انت ما تقوم كده يا فوق وشوف انت اصبر. جاي عند مين ولا عايز ايه؟ هو انت بصلتها ولا حاجه من ورانا ولا في ايه؟ جالك ازاي ده؟ استنى دي صوره ومعايا النسخه الاصل. ايه البرود ده؟ يا ابني ما تقول لنا في ايه بالظبط؟ كده ليه؟ يا جماعه انتوا اللي فيه ايه؟ الحاجه وفاء بايعه لي البيت والارض والموضوع سهل، ومتفقين على الموعد ده ان انا استلم فيه. واحنا اصلا ما شفناك هنا، انت مين اصلا؟ وما قالتلناش حاجه زي كده. لا دي مش بتاعتي انا، تقول لك او ما تقولكش دي مش مشكلتي انا. قلت لك امتى يعني؟ معلش. تقريبا من اسبوع او حاجه شبه كده، يعني اسبوع تقريبا. جت وكانت محتاجه فلوس وقالت لي ان هي عايزه تبيع باي طريقه، وانا اشتريت. كان معاها حتى حد مرافق بس ما كانش حد فيكم. المهم راجل ولا ست؟ انا اللي كان معاها كان معاها راجل. راجل؟ راجل مين؟ ايه ده؟ طيب مش بتاعتي القصه والخلافات العائليه دي، ما تخصنيش انا بالنسبه لي رأفة بس بحالتكم. هستنى لما الحاجه وفاء ترجع وبقى تحكي لكم بنفسها انها بيعاني. ترجع منين؟ انت عارف هي فين؟ انتوا مش بتقولوا راحت مشوار وجايه؟ صح. طيب لما ترجع بقى من مشوارها. بس رد وشك كده 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 في وشي يا عم. خلاص الموضوع انا بكره ان شاء الله هاجي استلم، فلو انتوا هتبقوا موجودين انا هطردكم من البيت. استلم ايه؟ استلم البيت بتاعي. تمام؟ دي نسخه من العقد خليها معاكم. يلا السلام عليكم. يبقى سلموا لي عليها لما ترجع. صح؟ الله لا يسلمك يا بعيد. يعني ايه؟ يعني احنا ما استفدناش حاجه؟ استنى بس، الواد ده شكله بيحور. بيحور ازاي؟ عشان امي ما باعتش وكان متمسكه بالحاجه جدا. ده معاها ورق يا احمد، معاها ورق. طب يمكن الواد ده هي غفلتنا. قابلها بعد ما احنا مشينا وبصمها، ولا ضحك عليها، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. طلع لنا منين ده؟ طب تعالوا نروح نشوفها على احسن يكون نشوفها هي فيها بالظبط. طب تعالوا نروح نفس المكان اللي سبناها فيه. نبص لا يا عم حتى أنا على خايف. ايديها على حاجه. يا عم مش وقت خطبه، الله يرضى عنك يا طب قوم. رحمة. قومي. اما هي خلصانه وروحها طلعت اهي. بص كده في صوابعها بصمه ولا ايه؟ ما تخافيش. مفيش فيها اي حاجه في ايديها. هي خلصت لوحديها، امال ايه اللي حصل؟ معرفش. الواد ده بينصب علينا ولا ايه؟ لا احنا لازم نعرف ايه الحكايه بالظبط. ومفيش اي حاجه. وبعدين زي ما جبناها رميناها هنا وعملنا اللي عملناه ومرميه زي ما هي، يعني حتى ما اتحركتش بعيد عن المكان اللي سبناها فيه. ولا حتى حاجه جت كلتك وخلصنا. معرفش بقى ايه الحكايه بتاع الواد اللي طلع لنا فجاه ده. ده شكله نصاب. يعني احنا خلاص خلصنا منها بدري بدري عشان ناخد الورث وناخد كل حاجه وناخد الفلوس وكل واحد يشوف دنيته ومستقبله. يجي صدقني يطلع وتاني لنا واحد بالله زي ده. انك انت اللي فوقتيني من الغيبوبه اللي انا كنت فيها. احنا مش وقته، احنا وقت دلوقتي الراجل اللي جاي عايز يستلم البيت ده. انا عايز افهم بس القتيل ده هيروح فين؟ مصيبه ما فيش حاجه حتى جت كلتها ولا عدت عليها. يا عم سيبها بقى لحد ما حد يعثر فيها ولا يبلغ يبقى بعيد عننا والخبر يجي لنا من بره. مش وقته. احنا كاننا احنا جينا ورميناها وعملنا اللي عملناه وخدنا الذهب وكل حاجه، بس ده مش موضوعنا.
موضوعنا دلوقتي الواد اللي نط بيقول لك انا شاري البيت والارض، هنعمل معاه ايه؟ طب بقول لكم ايه؟ احنا وقفتنا هنا كده خطر. ما تيجي نبحر بحر يا عم ونحطها فيها يا عم مالناش دعوه، يلا بس خلينا نتصرف في البلوه الثانيه. نشوف الراجل بس اللي جه علينا البيت ده. انا ما افتح عفريت العلبه ده طلع لي منين؟ يلا 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 مش وقته. يلا. امشي. زي ما انت يا نهار اسود. زي ما انت. البنت دي العامله كملوا. اللي قلتوا عليها. كملوا، انا فاتحه لايف. كملوا لا يفتح. كملوا. انتوا شفتوا كل حاجه بعينيكم طبعا يعني. ايه استني يا بنت. خلاص يا نهار اسود. خلاص. ايه ايه ده ايه ده ايه ده؟ مستغربين؟ ايه ده؟ يا نهار اسود. خايفين؟ هو انت سمعت ارواح يا وليه زي العفريت؟ صوتكم بيرجف سبحان الله. طب كويس كويس يا ام، احنا قلبنا عليك الدنيا يا حبايبي. والحمد لله. قلبتوا الدنيا؟ حبايبي. ما انا كنت بدور عليك، هو انا ليا غيرك يا فوقه؟ قومي يا حبيبتي يلا يلا نروحها. شايفين ده بجد؟ بجد جوزها. يا بنت بجد انت بقى بقى ده. التليفون يا ما ده. انتوا ما سيبوها. ولا إيه؟ انت مش كنت عاميه؟ سيبوها، مالكوش دعوه بيه. انا بس بوريكم يا جماعه عشان لو حصل لي اي حاجه تبقوا عارفين ان دول اللي السبب. وما حدش يلحقك يا اختي. ولادي وجوزي هم اللي رموني هنا، والست الغلبانه دي غلبانه هي اللي انقذتني. 44 دي يا ام تبقى انت مش كنت عاميه؟ استنى يابا بقى دلوقتي. محدش يعمى غيرك يعمى القلب. دي اهو اللي انت بتقول عليها عاميه دي. احنا هنا. بس بس يلا. بس محدش يلمسها. يلا نروح بس ونتكلم في البيت يا امي. يلا انت يلا يا بتقول ماما عليها. عشان الشرطه جايه دلوقتي. يلا يا ماما. شرطة ايه؟ خلاص ما داخلين علينا اهو. هتحبسي ابنك؟ هتحبسي بنتك؟ جوزك؟ احنا اللي ليكي في الدنيا. طب سيبك منهم، هم تفكيرهم يلا يا غلط. ماما قبل الشرطه ما احنا توصل بقى. كان درجة يلا شيطان يا امي، بالله عليك اسمعيني. استني بالله بلغنا عليك. بلغنا وطلع لايف. خلاص خلاص. امي، انت مصدق كلمه امي اللي بتقولها؟ الغريبه انقذتني وخدتني وعالجتني، وانتوا جايين عشان الكلب التاني جاي عشان يحفر حفره ويدفني فيها. كان طمع ودرجة الشيطان. وانت يا ابن بطني اقل من الحيوان. حيوان ايه ده؟ الحيوان بيخاف على ضناه، تقوموا انتوا تعملوا فينا كده؟ كان درجة الشيطان وطمع في الفلوس بس. خلاص الغي موضوع الشرطة ده وتعالي نروح واللي انت عايزاه احنا هنعمله، بس بلاش. كان زمان هقعد قبل مع الفضيحة. رحمة، هقعد مع اخته وابويا واتكلم معاهم وهديهم وان شاء الله الامور هتتصفى. فكرك حتى لو هي سامحت الناس اللي شافت والحكومه اللي وصل لها الكلام هتسامح؟ انتوا خلاص كل حاجه خلاص خلصت يا احمد. جيت متاخر قوي. كل حاجه خلصت يا احمد، الموضوع انتهى يا ابني. جريوا خلاص. جري؟ كلهم جريوا. ده طبيعي، سمعوا ان قفاها شرطه يقعدوا يعملوا ايه. طبيعي انه يجري. يلا يا حقك ماما. عليا. يلا يا حبيبتي عشان نمشي. الحمد لله ان انت بخير. حد عمل لك حاجه؟ لا انا كويس، ما حدش يعرف يعمل معايا حاجه. كنت مرعوبه عليكي. ما تخافيش عليا. جوزك فين؟ جوزي فين؟ موجود. الحمد لله. يلا بس الحمد ننزل لله من ان هنا. انتوا بخير. يلا ننزل من هنا. يلا كتر خيرك يا بنتي، كتر خيرك. انا جنبك هو سلامه مستنينا تحت. انا معاك. احنا رايحين فين؟ اقعدي. هنا؟ اه هو احنا في المكتب عند سلامه. على مهلك يا امي. كتر خيرك يا ابني. انا مهما شكرتكم مش هعرف اشكركم ازاي ولا هقول ايه. كتر خيرك يا بنتي. عارف، عايشة سنين عمري مع ولادي، مش حاسة بالأمان زي ما أنا دلوقتي حاسة بالأمان وعارفة أتنفس. أنا مش عارفة أقول لكم إيه. كل اللي انكتب لكم ده خدوه، أنا مش عايزاه خلاص. لا انت فاهمه غلط. انا طلبت ان احنا نتكلم هنا عشان اقول لك ان الاوراق والعقد وكل حاجه انت كتبتيها خلاص مبقاش ليها لازمه، فانا هقطع ده دلوقتي حالا. وعلى فكره هي لما كمان اتفقت معايا ان انت هتعيشي معايا. عايزاكي تمشي. هعيش معاكم. انا طبعا. عايشه لوحدي وهو اكتر الوقت بقى في الشغل واكتر شغل وسفر، وبضطر كل شويه اللي رايحه عند صاحبتي ونتخانق بسبب انا رايحه عند صاحبتي. انت قعدتك معايا احسن، ولا انت ما حبيتنيش زي ما انا ما حبيتك؟ لا يعلم ربنا
يعلم ربنا انتوا جيتوا لي في وقت انا كنت محتاجه فيه، حتى طير ينقذني من اللي انا فيه. انتوا جيتوا لي في وقت كنت خلاص، بس ربنا اراد ان يكون ليا عمر باقي. فانا بترجاكم العمر الباقي ده بقى هتعيشي معايا. لو انتوا عايزيني بصي، فعلا. انا هعوضك عن اللي حصل وانا عايزاكي تنسي اللي حصل. طيب لو انتوا عايزيني فعلا اعيش معاكم، اقبلوا باللي هقول لكم عليه. بلاش حتى البيت، خلي البيت، الارض تبقى باسمكم، واعملوا عليها اي مشروع. بالله عليكم ما تكسفوني، ما تحسونيش ان انا هعيش عالة. بس انا مش عايزاكي تقعدي معايا مقابل حاجه اخدها منك. مش مقابل، بالعكس ده انتوا اللي عاملين فيها خدمة عمري. بصي يا حاجه، اللي بيعمل خير ما بيستناش مقابل ليه. اكيد. احنا لما عملنا معاكي كده كان ربنا خلينا سبب، وبصراحه احنا ارتحنا لك، فاكيد يعني مش مقابل ده ناخد منك ارضك. عموما ارضك وكل حاجه في الحفظ والصون. وبالنسبه لعيالك اعتقد لما يتحبسوا شويه يعني ممكن عقلهم يرجع لهم، وبرضه في الاول وفي الاخر دول ولادك. زعليش مني، هم اللي عملوه ده حاجه ما تغتفرش، بس برضه ولادك، والزمن كفيل ان هو يخليكي تنسي. فعشان خاطري خلي فلوسك وورثك حاجتك زي ما هي معاكي، وانت هتنورينا وهتبقي فوق راسنا والله، وهنشيلك في عينينا. وفي كمان مفاجاه عايز اقول لك عليها. انا في دكتور كده صديق ليا شاطر جدا يعني لما حكيت له حكايه عينيكي ونظرك وكده وان انت اصلا ما كنتيش كده في البدايه، فقال لي ان في امل ان شاء الله، وفي عمليات دلوقتي والعلم اتطور. ايه يعني ممكن باذن الله ترجعي تشوفي تاني. بجد؟ على الاقل تشوفي الست الجميله مراتي اللي انقذتك. ربنا يحميكم. عايزه اقول لك ان العمليه دي يعني بنسبه 90% بتنجح. اللهم صل على كامل النور. مش بداخلها وانت خايفه منها. ان شاء الله خير. لو احتاجنا بقى ارضك وفلوسك نبقى نحتاجها للعمليه، والعمليه اصلا ممكن ما تحتاجش كل المبلغ الكبير ده، وبعدين بعيد عن اي حاجه احنا هنساعدك في فلوسك. انتوا جبتوا لي عوض من ربنا، عوض كبير قوي، وانا عارفه دلوقتي انا هعمل ايه بالارض والفلوس. طيب عموما تعالي بقى نوريكي اوضتك عشان ترتاحي. طب ما نروح الاول نتغدى بره. بلاش خروجات ونتغدى بره دي ارجوكي. ممكن نجيب اكل جاهز بالمناسبه الحلوه دي، تجيب لنا اكل جاهز عشان انا مش قادره اقف في المطبخ. هو انت في كل الحالات يا اكله بره يا اكل يعني هو ايه؟ ربنا بقول لك يخليكم يا لبعض. ماما انت نفسك حلو في الاكل، يبقى اعملي الاكل معايا بقى. لما فتح باذن الله هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. تمام، بس ان شاء الله اول حاجه لما تفتحي بلاش تشوفيها. ده انا اول حاجه حلوه هتشوفها. ربنا يخليكم ويحفظكم يا رب. يلا يا حبيبتي انت تدخلي اوضتك. بسم الله. يلا يا ماما نورتيني.